السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل مع بعض أكلة جميلة جدا. يلا بقى، لو عندك صدر فرخة واحد بس تعالي بقى وانا اقولك ايه هتعملي بيه احسن حاجة النهاردة. هتعملي بيه أكلة اقتصادية وسهلة ومش مكلفة وتعمل معاك كمية كتير جدا. هاتي بقى بطاطساية كبيرة وصدر فرخة، تمام، هفرمه كويس، وبصلة متوسطة هعصرها كويس جدا من المية، والبطاطس برضه هتكون مسلوقة وما فيهاش أي مية خالص. ما ينفعش يكون في سوائل ابدا في الوصفه دي. تمام. هحط بقدونس، وهحط بقى ملح وفلفل اسود ومرقه وبهارات فراخ وبابريكا. تمام. ومعلقتين بقسماط، معلقتين بقسماط وبيضه. هقلب بقى كل الحاجات دي كويس جدا في بعضها كده، كويس قوي كلهم في بعض كده. البيضه طبعا عشان تخلي الوصفه دي تتماسك مع بعضها، وكمان مش بيبقى لها اي طعم ولا اي ريحه خالص. البهارات دي بتقضي عليها جدا، يعني مش بتحس بطعم البيض خالص فيها. وصفه بقى مغذيه ومفيده قوي قوي للاطفال والكبار كمان. ده بحط قرن فلفل بقى حامي، وده اختياري، انا بحب قوي احط فيها قرن فلفل حامي. هنا بقى هجيب كيس تلاجة قصيته، وهجيب بقى الوصفه ديت اللي انا عملتها دي، الخليط ده كله هنزل بيه في الصينيه كده على الكيس، وهغطيه برضو بكيس تاني، وهبدأ بقى افردها كده في الصينيه. افردها بقى بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده، افردها كويس جدا. انا عايزاها رفيعه، يعني انت بتفرديها بقى زي ما انت عايزه، لو عايزاها تخينه تمام، عايزاها رفيعه براحتك. هنا بقى ابدا بقى اقطعها كده، اظبطها بالسكينه. الكيس مش بيتقطع ولا حاجه، انا مش بضغط قوي، يعني انا مش بقطع، انا بس بحرك السكينه كده على الكيس. هنا بقى هبدا كده احركها زي ما انت شايفه كده. دي بقى بعد ما تخلصيها لازم تخش الفريزر وتتلج عشان تعرفي تشتغلي فيها. تمام. وبعد كده بقى هجيب، بعد ما تحطيها تعمليها بالشكل ده كده، هجيب حوالي نص كوباية لبن، وعليها معلقتين بقسماط، وهنزل بالحاجات دي، هنزل بيها واحدة واحدة كده، واطلعها تاني احطها في الكريسبي واحطها في الزيت. بس هي دلوقتي كانت لسه متلجتش معايا، فانا بقى عملت طريقة تانية. دي سبتها تلجها، عملت بقى نفس الوصفة برضو ونفس المكونات، هعملها بقى بطريقة تانية بشكل البانيه كده، شكل قطعة البانيه على ايديا كده، بالشكل ده كده. وهنزل برضو، دي نص كوباية لبن، هنزل عليها بمعلقتين بقسماط، واقلبهم كويس قوي. تمام. وهنزل بقى بيها كده، يعني انا عشان هي ما كانتش متلجه، فكنت انا باخد بالمعلقه واحط على ايه، على على الخليط اللي انا عملته ده، بحط كده عليه في ايديا. لكن هي لو متلجه معاكي بتساعدك ان انت تنزليها في الخليط ده عادي جدا. انا كنت بحط عليها كده عشان هي مش متلجه. لكن هي لو في الفريزر وطالعه متلجه معاكي، تبقى سهل جدا عليكي انك تشكليها وتعمليها بالطريقه اللي انا بقولك عليها دي. هنا بقى كنت بالراحه كده بعملها بالراحه عشان هي كانت لسه طريه. يعني الافضل ان هي تكون متلجه، وتنزلي بيها في الزيت وهي متلجه برضو. بس بقى هنا كنت بنزلها بقى في الكريسبي بتاعها كده، والزيت يكون سخن، هنزل فيها بقى بعد ما اعملها كده واخلصها، هنزلها بقى في زيت السخن. بس بقى بتاخدش وقت خالص، وحاجه بقى خفيفه وجميله وحلوه قوي، وهتعجب ولادك جدا. جربوه ان شاء الله تعجبكم. هنا بقى كنت بعمل مكرونه جنبي كده، غدا سهل وبسيط وحلو قوي. يعني لو انتي عيالك مش بيحبوا الفراخ ممكن تعمليها بالطريقه دي هيحبوه. إيه لو انتي مثلا ما عندكيش فراخ غير كميه قليله، ممكن تعملي بيها الكميه دي، هيعمل معاك كميه حلوه، حلوه جدا وكتير قوي. ومحدش ابدا ابدا هيتوقع ان هي فيها بطاطس ولا فيها طعم بطاطس اصلا. انتي بتحطي بس بطاطسايه، يعني مش كبيره قوي مش صغيره قوي، على صدر الفرخه. صدر الفرخه يعني انا كان صدر فرخه كبير مش صغير، وبطاطسايه برضو يعني كبيره، فعملتهم الاتنين مع بعض. كان ده الشكل النهائي، شايفين شكلها تحفه جميله قوي قوي. متنسوش بقى تجربوها وتشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.